صباح الخير. صباح النور. بسم الله. الله، قهوتك طيبة اليوم؟ بس اليوم؟ لا مو بس اليوم، كل يوم سبت من أول كل شهر بتطلع معك القهوة هيك. أصبح المفروض إنك تساوي القهوة أنت بباقي الأيام، لأنه قهوتك ظابطة بكل الأيام. تكرم عينك، ليش لا؟ دخلك بدي أسألك، مع مين كنت عم تحكي الصبح؟ رنت التليفون زعجتني تمام. أختك عايدة. أختي؟ شو بدها؟ ما بدها شيء، بس عم تسأل عن معاملة حصر الإرث شو صار فيها. من الساعة 7 الصبح عم تسأل عن المعاملة شو صار فيها؟ العمى شو صاير بالدنيا؟ شو يعني؟ رح تطير البرتة؟ يعني ما بتعرف أختك قديش بصلتها محروقة وبدها تعرف كل شاردة وواردة عن المعاملة وبالتفصيل الممل. لك لسه من يومين شفت جوزها بالقهوة وسألني 40-50 سؤال عن المعاملة، يعني من وقتها لهلا ما حلو يصير شيء جديد. لك هي معاملة حصر أرز، مو معاملة حكم عليه. فهمتها هالحكي على التليفون وقلت لها بجوز بشهر زمان ما تخلص المعاملة. ايه، وشو قالت لك؟ قال يا ريت تستعجل بالمعاملة قد ما فيك، لأنه في حواليها زبون لبيت كفر سوسة وخايفة يطير من إيدها. هلا دغري لقيت زبون للبيت؟ العمى بقلبها لسه ما لحقت تورته، تستنى لتورته وينكتب باسمها بعدين تلاقي زبون. علم الله يا نادية، كنت متمني من أبي الله يرحمه إنه يحرمها من الورثة وما يكتب لها شي بنوب. مو حسد أو ضيقة عين لا سمح الله، لا، بس لأنه ما بتستاهل، حسودة وعينها ضيقة. لك يخرب بيت قلبها، عندها عواض البيت 7، عواض الأسطوح 6، عواض السيارة 2، عواض المحل 3، ولسه لاحقتنا لهون. لك جوزها مليان معبى مصاري. لك يعني لك إذا نفخ على البيض بيقليه. يعني شو بدك تساوي؟ اختك هيك عقلها. لا، واللي قاهرني يا نادية انه لما كان ابي بالمستشفى الله يرحمه ما كانت تزوره الا كل 4-5 ايام مره. وعلى شو؟ اليوم فاضيه واليوم مالي فاضيه. وهلا لما صار في ورثه فضيت الخانم وصارت خاليه اشغال وصارت تدق لنا على البيت كل يوم والتاني تليفونات. معك حق تحكي هالحكي يا أسامة، لأنه الشيء الطبيعي إنه يفيق الواحد الصبح يروق دمه بفنجان قهوة مثل هالعالم والناس، إلا نحن مننام على سيرة المعاملة ومنفيق على سيرة المعاملة. طيب وبعدين؟ إيه والله طيرت أنا الثانية من هالقصة. لا، على آخر الزمان طلعت لي ضرة اسمها معاملة حصر الإرث. يعني لو كنت سلمتها لصهر من قصرتك ما كان أحسن لك من كل هالعي. أسهرتي؟ ايه والله وصلتي. أسهرتي مو فاضيين يشتغلوا فيها، بس فاضيين يورثوا. ايه نادية، أنا رح ألبس وانزل على الدائرة العقارية، بدك شيء؟ جاي على الغداء؟ ايه رح أجي، رح أقضي نهاري كله ورا المعاملة وبرجع مع انصراف الموظفين. ايه الله ييسر عليك. شو بدنا نعمل؟ صباح الخير أستاذ. صباح النور. يا ترى شو صار بهالمعاملة؟ أنو منون؟ لا يا أستاذ، شو نسيتني؟ وشك ما هو غريب علي، بس عدم المؤاخذة وين شايفين بعضنا نحن؟ أنا أسامة بقدونس، صرت جاي لعندك أكثر من 10 مرات. ايوه ذكرت، انت إلك معاملة حصر إرث عنا. بالضبط. يا اهلا وسهلا فيك، دخيلك لا تاخذني، يعني قد الواحد ما بيشوف معاملات وما بيمروا على راسه بشر، بتتخربط اذا كنتوا. الله يعطيكم العافية، والله شغلكم مو هين. الله يعافيك، ما يعني شرفتك ليش شكرا. انت يا لو زاد مرحبا، اهلين وسهلا حبتين. يا ترى شو أخبارنا؟ اخبار معاملة إيه طبعا. لحظة صغيرة بس، لأن الواحد مخه مو دفتر، بتعرف يعني، ونحن ما بنشتغل على الكمبيوتر، نحن لساتنا على القديم. لحظة صغيرة عينك شو بدك معاملة، إذا لأن الواحد رجع شو بتصير معاملة، ولا شو بدك إياها؟ أسامة بقدونس اسمها هيك؟ أسامة بقدونس. أسامة بقدونس. والله ليك محطوط على الوش، عم دور تحت انا، العمى ما اخباني. راسي طاح كبعبة، شو بدنا نساوي؟ كيف لا وين صرنا؟ طير كويس، طير منيح، قطعنا شوط كبير فيها هذه المعاملة، ايه ده كان؟ يعني رح تخلص؟ ايه ده مو لهالدرجة انت الثانية، على شو مستعجل؟ بدها شوية وقت مسألة. ليش شو ناقصها؟ ها يا سيدي، أول شيء بدنا إخراج قيد عقاري.
اخراج قيد، مصدق اصولا، وبراءة ذمة المالية تكل الورثة، وبيان عائلي مصدق من النفوس، وشوية إجراءات إدارية تانية ببقى أقول لك عليها بوقتها. الله وكيلك، عم يداوم مثل الموظفين كل يوم من الساعة 8 وما بيرجع للثنتين. وإن شاء الله في نتيجة بعد هالتعب. ما منقول إلا إن شاء الله. الله يصلحه أخي، كان يسلم هالمعاملة لشي واحد يمشي له إياها، مو أريح له؟ واحد مثل مين؟ إيه ما حدا فاضي فيكم. لك ما عم بحكي عنا. قلة معقبين معاملات بالبلد. أي معقب معاملات بتعطيه المعاملة بياخد قرشين بيسلمك إياها خالصة مخلصة ومن مجاميعه. أخوك حب يوفر عليكم كم قرش، قال بيمشي المعاملة بإيده أحسن ما يدفعكم مصاري. إيه هلأ بيناتنا مصاري أنت التانية. لا أبداً. الله يصلحه أخي شو بيحب التوفير اللي ما له طعم، يعني مشان يوفر علينا شوي رح يروح علي زبون تبع كفرسوسي. المهم ما قلتي لي وين صارت المعاملة؟ عم يشتغل فيها. يا حسرتي عليه، عم يفعي فعي مثل الزنبرك بدوائر الدولة كل يوم. صباح الخير. صباح الخيرات، أمر. شو ما ذكرتني؟ عدم مؤاخذة، والله وشك مألوف كثير علي، بس ذاكرتي ما عم تسعفني، ما عم تسعفني ذاكرتي. أنا أسامة بقدونس، وإلي عندكم معاملة حصر إرث. ايوه ذكرتك اهلي وسهلا استاذ اسامه، يا بيت مرحبا اهلا وسهلا ومرحبتين، شو افتح ليش واقف اهلي وسهلا ومرحبتين. يا اهلا وسهلا. شلونك انت؟ شو اخبارك؟ الحمد لله، الحمد لله الحمد لله يا ربي. قل لي شو صار بالمعاملة؟ معاملة ما بدي اجاوبك على عماها، لانه عقلي مو دفتر، لا تاخذني اخو اسامه، عقلي الواحد مو دفتر، لانه يعني لو كان كمبيوتر عقلي كنت جاوبتك، بس مو كمبيوتر عقلي. انا والطابة تجيبوا كمبيوتر، بس ما بعرف انت تجيبوا كمبيوتر. تعالوا الوزير اسامه بقدونس. لقيتك وينها؟ عم دور عليها تحت وهي على الوجه، شوف الصدف، شوف العمى ما اغباني كبر عباس. ايه سيدي؟ يا سيدي طمع اخراج القيد صار جاهز، تكرم عينك، اليوم ببعث لك اياه على التصديق تقرا. عظيم جدا. ايه لك يعني معاملتك صارت جاهزه. وعليكم السلام، يعني وصلت اليوم الى التم. وين كنا وين صرنا؟ إذا بتريد شوف لنا هالمعاملة. معاملة؟ إيه. سجلها بالديوان، حط لها رقم وتاريخ، بعدين تعال عندي. حاضر، السلام عليكم. وعليكم السلام والإحسان. يا أخي الناس هون عندها جهل فظيع بالأمور الإدارية وطريقة تسيير المعاملات، يعني بدك تمسك الواحد من إيده وتدله وين يروح وين يجي. شي بيجيب لك ورقة بلا تصديق بيجيبها، شي بيقدم طلب بدون ما يسجله بالديوان ويحط له طابع، شي بيكون نفوسه بعين ترمى بيجيب لك ورقة من مختار حزبي. يعني لازم، ما بعرف والله العظيم شو اخذت الحاله، لازم يعني يعملوا برامج توعيه للمواطنين بالتلفزيون عن الطابو، مثل ما عم يعملوا برامج صحيه وتربويه. شو المانع يعني؟ شو المانع؟ سيدي معك حق، بس كمان في بعض الموظفين بيبخلوا بمعلوماتهم عن المواطنين. صح معك حق، بس مو كل الموظفين، مو كلهم. انا من جهتي ما ببخل بالنصح والارشاد على اي مواطن، برد على استفسارات وتساؤلات الكل، حتى لو كان الموضوع مو مصر باختصاصي برد. سيدي واضح، لأنه ما شاء الله كان عليك روح مطاطة كتير. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. يا ترى معاملتي شو بدها بعد تصديق إخراج القيد؟ انا هلا تنيني رح بكتب لك عليها حاشيه، بعدين بيأشر عليها رئيس القسم، بعدين على النفوس، دغري على النفوس. لا حول ولا قوة إلا بالله، باين شغلتنا طويلة. لا طويلة بلا شيء انت التاني، عاد شو مستعجل؟ عم نكسب شوفتك اليوم، ولا مليت منا استاذ؟ أعوذ بالله لا يمل. بتصدق بالله؟ آمنت بالله. اليوم يلي ما تجي فيه لعندي انت، شو بقول لحالي؟ وينه يا ترى الاستاذ اسامه بقدونس؟ ما بين عني اليوم، ما بين. صدقني القلب على القلب، عم بستفقد لك يوم اللي ما بشوفك. الله يخلي لي اياك، تسلم لي الوجه العلوي الهي. دخيل عينك شوف لنا الورق. ايه على عيني وراسي، شو عليه؟ ايه يا اخي، هي بدها تحويل من دائرة الكشف والمعاينة، مين بعتك لعندي لهون؟ فرع صادي. لا اخي، أول شيء بدك تروح على الكشف والمعاينة، بعدين تجي لعندي. وبعدين؟ لك من هون لبعدين فرج رحمة، وقت بترجع بنقلك، على شو مستعجل أنت؟ على شو بدي أفهم بس؟ طيب شكرا. عفوا، أهلين أخي. أخي فظيعين فرع هالصادق، فظيعين كثير، ابي يدفشوا لي بهالمراجعين كيف ما كان، يعني لحد هلا ما كانوا يفهموا انه حاله الالتماس بدها تمرق على الكشف والمعاينه بالاول، بعدين تجي لعندي لهون. معلش ابو هيثم، بدك تطول بالك.
طيب شو رايك هلا تشرب معي كاسه شاي هيك يعني اكرك خمير شاي عجمي على اصوله؟ سيدي ما في مانع. على عيني وراسي. لو بتطقي ما راح بوسك وما راح طالع نفوسك. بتصدق يا نادية انه صرت انا وابو هيثم من اعز اصحاب؟ منو هذا ابو هيثم؟ ابو هيثم ما غيره، الموظف اللي حكيت لك عنه. شيء طبيعي يصير هيك، لانك عم تشوفه كل يوم وتقعد معه اكثر ما تقعد معي. بصراحة يا نادية أبو هيثم حباب وظريف وبيحب يخدم، مو مثل باقي هالموظفين اللي بيحكوا من راس مناخيرهم ولا بتاخدي منهم لا حق ولا باطل، وإذا فرضنا ردوا عليكي بتحسي يا من نية يا صدقة. اشكر ربك اللي وقعك بين ايدين موظف مثل هاد، والا كنت طفشت من اول يوم. يعني لما بتلاقي بهالأيام هيك موظف هي لحالها نعمة كبيرة. إيه نادية؟ ما بينت أختي عايدة؟ ما شفتها، مدري شو قصتها، بس اكيد بكره بتنبقلي من الساعه 10 لتسالني على المعامله. اهلا وسهلا ولد. بوجودكم. يا اهلا وسهلا، اهلين وسهلين معك. أهلين. يا اهلين وسهلين معك. كيفك أخي أبو هيثم؟ الحمد لله شرف ارتاح. اهلا وسهلا ومرحبا. والله العظيم انا طول نهاري قاعد من القضبيه يا اخي، بالشيء بضيق الاخلاق، بس شو بدي اساوي هيك شغلي. ايه انت قلي صار لك زمان ما بينتنا، حين شغل بالي عليك. كنت عم طالع براءة الذمة من المالية. إيه عظيم كتير كتير حلو، وان شاء الله خلصتها. صارت جاهزة. تفضل. عظيم كتير، وهي انا بدوري رح اضم لك اياها للمعامله. ايه سيدي، شو ناقصها لسه؟ ما بقي شيء غير توقيع المدير العام. يعني اليوم ممكن يوقعها؟ يا عيب شو منك يا استاذ اسامه، ما بتخلص اليوم. ليش بقى؟ المدير العام مو هو. يعني ما بيرجع اليوم؟ سيدي لا اليوم ولا بكره، بده 10 ايام ليرجع من مهمته بباريس. معلومك عم يحضر هنيك مؤتمر عن تنشيط وتفعيل الروتين بالبلاد الناميه، ونحن بالجمله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما في حدا يوقعها بداله؟ هالمعاملات هي بالذات اخي اسامه مو مخول حدا يوقعها على بعضه، يعني ما بتخلص بصريح العباره. بتاريخ الطابو مالك علي يمين تحدثني في معاملات ما تسحبها، نفخوها يعني ما راحوا ولسه ما خلصت، بلشوا فيها شباب وختيلوا ولسه ما خلصت. ما خلصت شو نعمل لهم يعني؟ معقول؟ شو هالحكي؟ إذا كان عمي طابو هالطابو مو ضحك لعبة، بده تأني وتروي وطولة بال على البيكات، ما بده هوشنة وعصبية وبصلة محروقة. سيد أسامة شوف، شايف هالكيس هاد؟ ايه شايفه. شو فيها؟ حطب؟ لا شو حطب انت الثاني بزعل منك ها؟ لكن شو في؟ هي معاملة إزالة شيوع للحجة أمينة بنت محمد عبد البوابيضي. ها ليك الاسم مكتوب عليها بالقلم الأشرح بالقلم الأزرق. وقديش صار لها هي؟ يا سيدي هي صار لها قبل ما أتوظف أنا بالطابو ب8 سنين، يعني حوالي 45 سنة صار لها. اوف، 45 سنة ولسه ما خلصت؟ لك حبيبي الطابو طابو مو مسخرة، مو أنجلة، في أموال، في حصص بدها تنتقل من اسم لاسم، مو شغلات كذا الله يرضى عليك. طيب استنى سيد أسامة، شايف هالمعاملة؟ هلا هي معاملة؟ لك شو هي شوال بطاطا؟ يا سيدي هي معاملة حصر الإرث للمرحوم أبو راتب ابن جميل أفندي الذهبي، ويلي جنبها هي اسمع لحظة، هي معاملة التركة تبع الحجة أمونة بنت الحج أبو جابر بطلني. وقديش صار لها هي؟ هي من زمن فرنسا. هالمعاملة هي كانت واقفة على توقيع المندوب السامي،
لما صار الجلاء طردوا المندوب السامي وهدى الاستقلال، وصفيت بلا توقيع لحد هلا. الحق بايدهم يا اخي، المندوب السامي ما فوت غيره بالتوقيع قبل ما ينسحب لبلاده. يعني الشغله فيها مسؤوليه، مو ضحك لعبه. طابوا ها طابوا. لحظه سيدي اسامه، شايف هالشوال هاد؟ وشو قصتها هي معامله من زمن السلطان عبد الحميد. لك انت شفت البنايه المهبطه يلي صار على الحاله 60 سنه؟ أنو بناية هي؟ يعني وين موقعها؟ باكبر شارع بالبلد معروفه، وهالمعامله بتخص هالبنايه، وهالبنايه عليها نزاع. مات المورث، ماتوا الورثه، لحقوا الاحفاد واحفاد الاحفاد، ولسه ما خلصت معاملتها. وانا والله يعني لك بصراحه عم حاول خلصها بهالشهرين. هلا ما خلصت ب60 سنة وانت بدك تخلصها بشهرين؟ ولو استاذ اسامه يعني نحن ما لنا معبين عينا. يعني بعدين المعامله استكملت وراءها، كفاها الله. والسفاده التركيه سفاده ساعدتنا ما قصرت. ليش؟ بدك تسال ليش؟ بعرف. لانه اصل الملك لواحد من بيت اورل خان من تركيا. هذا من تركيا. سيدي الله يبارك بهمتك. وهلا بالنسبة لي شو لازم اعمل؟ ها يا سيدي، انت معاملتك خلصت. يعني شغلتك موقفه على توقيع واحد. ولا سيدي اسامه يعني خلاص مليت منها وبدك تعمل المعامله بقى سيدي تمشي؟ اعوذ بالله، مين قال الحكي؟ اصلا انا اللي مهون علي مصيبتي انك موجود. يعني انا فرحان من كل قلبي لاني كسبت صديق مثلك. يا هذا الحكي اللي بنسمع. إذا سمحت يا أخ، نعم. في لي عنكم معاملة على باسم مين؟ باسم طالب حسنة. طالب حسني. ايه زكت عليك المعامله عندي، بس ناقصه. شو ناقصها؟ يا سيدي بدك توكيل من اخواتك. يعني من كل الورثه من عند كاتب العدل. توكيل جاهز. جاهز، عظيم جدا. اذا كان اكتب استدعاء جديده روح سجلها بالديوان. تعال الديوان. يعطيك العافية. الله يرضى عليك. الكل ابوان. يا اهلين بهالوش الحلو استاذ اسامه. دخلي وشو صار بزبون كفرسوسي؟ خليه ينبسط جوزك، طار الزبون. لا تزعلي ولا على بالك ولا يهمك، هيك نصيبك. بس اسمعي لقلك، قولي له لجوزك انه في هلا زبون لقطه لاسطوح الهامه. ايه؟ ليش اسطوح الهامه من حصتك؟ في لي منه ربع والباقي لاختي فايزه. وفايزه قبلانه تبيع؟ ايه ميتة موت على ما تبيع. قولي له هالحكي لجوزك. المهم تخلص هالمعامله بقى، خلينا ننفرش. خاطري. مع السلامه. مرحبا ابو هيثم. يا ميت اهلين سهلين مرحبتين. يا اهلا وسهلا. مرحبا يا اهلا وسهلا. يا هيت لك هدول. تعال يا شهدك والله عني سيوله باردين وصراحه. يا تسردي بس تعال والله زعلان منك تمام، لانك صدق مقاطعني اكثر من كم يوم. ليش هيك والله شئت الله. لك وانا كمان اشتقت لك، بس شو بدنا نساوي؟ مشاغل الدنيا. اي والله طمني. إيه. اجى المدير العام؟ لا لسه ما اجى، بده 4 ايام ليرجع. شو هالحكي؟ اي والله. قالوا نعم. ايه انا ابو هيثم مزابلجي عم يحكي. شو الحكي؟ لا اي يلا جاي. خير ابو هيثم، شو في؟ قرايبي تركوا لي امامي عن سمان الحاره يلي تحت مني، بدي اروح اجيب عظام قبل ما يشقش. انا بروح بجيب لك اياها اذا بدك. لا ولو معقوله يعني الله يرضى عليك انا بروح بجيبها. بس انت هلقتني اياه، اقعد محلي هون ودبر راسك على ما ارجع. طيب والمراجعين؟ ما بدي شيء، خذ وعطي معهم، ما تطول انا 10 دقايق بس. تؤمر ابو هيثم، على عيني وراسي. دخيل عينك، شو فيها الورقة؟ حط لها طوابع وخدها على فرع الصادق. طوابع شو؟ طابع مالي ب20 وطابع شعبي ب15. شكرا. الله معك. يعطيك العافية. اهلا وسهلا. بدي اعمل معاملة حصر ارث، ممكن اعرف الوراق المطلوبة؟ تكرم عينك. يعطيك العافية. اهلا وسهلا. امور؟ شو ما عرفته؟ معاون مدير العام.
اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. وانا مفتش الوزاره. يا ميت اهلا وسهلا. شرفوا استريحوا، تفضلوا اهلا وسهلا فيكم. انت الموظف هون؟ ايه نعم انا. وهي المعامله ليش على مكتبك؟ هاي سيدي، هي عليها مشكله سيدي. شو المشكله؟ سيدي احد الاخوه مو اخذين منه وكاله رسميه. وشلون عرفت؟ سيدي قارنت البيان العائلي مع عدد الوكالات طلعوا ناقصين وكاله. وهي شو قصتها؟ هي سيدي، هي بدها ورقه من لجنه التحديد والتحرير سيدي. طيب وبعد ورقه التحديد والتحرير شو بدها؟ اخراج قيد عقاري، بعدين حاشيه من عندي من هون وتحويل القاضي العقاري، وبعد ما تطلع من عند القاضي العقاري ايه طيب بدنا ناخذها لعند. اوكي. طيب شوف لي المعامله، ليش واقفه عندك؟ سيدي هي عليها مشكله صغيره. وشو مشكلتها؟ اخذين ورقه مختار من غير محله، يعني اصحاب المعامله بكفر سوسه واخذين ورقه مختار من الحجر الاسود. وشو فتوى هيك حاله؟ سيدي تغيير ورقه المختار وتصديق على ختم المختار من البلديه ورقم وتاريخ جديد بالديوان. عظيم كثير. يبدو انك موظف عتيق. كم سنه صار لك هون؟ انا صار لي 37 سنه سيدي. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. اذا بتريد اصرف له مكافاه نص شهر. كتر خيركم سيدي، فضلتوا. عفوا، انت شو عم تعمل هون؟ انا لي معامله هون. شو اسمك انت؟ انا اسامه بقدونس. وين معامله الاخ؟ ليك هون سيدي. هي سيدي، قال بدها توقيع من المدير العام، والمدير العام مسافر وما حدا مخول يوقع عنه. ما بيصير هالحكي. شو ما حدا مخول؟ استاذ اديب وقعها انت اذا بتريد، وهلا ببعث لك كتاب تفويض من الوزاره. تفضلوا سيدي. يسلم ودياتي، طول عمرك استاذنا، الله يخلينا اياك الهي. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. اهلا وسهلا، شرفتوا. الله معكم سيدي، الله معكم. ولك شو سويت انت يا استاذ اسامه؟ والله وجهك صار خير عندي، هبط قلبي لما شفت المفتش ادب الاول. ابو هيثم، ايه يطلع لي نص المكافاه. ايه ليش بقى؟ على قولة رجال الاعمال 50-50. الو مرحبا سنترال، اعطيني 400 من فضلك. الو مرحبا مدام، فينا نحكي مع الاستاذ خالد شوي؟ مو موجود؟ حضرتك مدامته؟ اذا ممكن تبلغيه انه روايته صارت جاهزه. ايه نعم خاصة الطباعة، بقى اذا ممكن يتفضل لعنا لحتى يستلم النسخ. على راحته ما في مشكلة، امتى ما حب يطلع اهلا وسهلا، بس المهم يأمن المبلغ اللي اتفقنا عليه 20 رشادية يا مدام. تسلمي يا خالو، تسلمي. سلمينا على الأستاذ كتير. أهلين، الله معك. يا عاصم، أخيو عاصم، نعم استاذ. إذا بتريد خلي الشباب يحزبوا رواية تحت الجسر ويطلعوها على سقيفة. حاضر استاذ. سجلي عندك 4 ذهبات من ابن خالتي نصوح. 4 ذهبات من نصوح.
و6 ذهب رشادي من أبو عبد الحميد. 6 ذهبات عبد الحميد. رشادتين من صهري أبو حبيب. رشادتين أبو حميد. يا ستي، و5 رشاديات من أختي وفيقة، ورشادية تجميع من هالناس. سجلتيهم؟ سجلتهم. غيره؟ وليرتين ذهب رشادي حق سوارتك. شو صاروا؟ صاروا 20 ذهبة. ها عظيم جدا. وانت عيني، وبهالحالة هي بيكون المبلغ اتطبق تماما. طيب وباقي تكاليف الرواية منين رح تدبرها؟ من المبيعات. الزلمة قال لي دبر 20 رشادية دفعة أولى واستلم روايتك، وهي دبرت له 20 رشادية. هلا معقولة تطبع روايتك بالدين؟ شو بدي ساوي؟ ما خليت دار نشر بالشام تعتب علي، ما كان حدا يرضى يتبنى الرواية، كلهم قالوا لي نفس الكليشة. أنو كليشة؟ قال سوق الروايات دائر كتير بهالأيام، ما عاد حدا قرا روايات، وقال لو كنت كاتب غير شي كان ممكن يتبنوا إنتاجي. مثل شو؟ يعني شو اللي ماشي سوقه بهالأيام؟ التطبيل والتزمير لمنجزات الوالي. طيب ليش أنت ما بتكتب هيك شي؟ يعني ما بيطلع بإيدك؟ لا يا ماجدة، معقولة ما يطلع بإيدي اكتب هيك؟ بس هالشغلات للكتاب الصغار، للمتسلقين على مهنة الكتابة، مو لروائي مثلي. يعني معقولة هيك تكون نظرتك إلي يا ماجدة؟ يعني حتى أنا إذا نويت أكتب هيك شي المفروض أنت تمنعيني. هلا هيك كتب بتربح؟ إيه بتربح، وبتصور إنه مربحها مضمون. يعني إذا وزعوها على الدواوين الحكومية ومجالس المتصرفين بلموا بقرة جحي. إلا كان نعمل لك شي كتاب أو كتابين من هدول ومن ربح هالكتابة نطبع روايتك، مو أحسن ما تغرق حالك بالدين؟ مستحيل أنا أكتب شي مو مقتنع فيه، مو استخفافا بمنجزات الوالي ولا بالصدر الأعظم ولا بالعمران ولا بالنهضة اللي عم يدعمها السلطان، لا. بس أنا إذا كتبت عن هالشي رح يقولوا لك ها خالد عم يلقلق، بده جائزة سنية، بده خلعة سلطانية. شو عم تعمل؟ شو عم بعمل يعني؟ عم طب الذهبات بالشنطة. وإمتى رح تغير لي هالشنتاية اللي معدتي؟ صار يجيني اكتئاب من شوفتها. ليش شبهها؟ الله وكيلك مال اسطنبول، والجلد التركي مشهور، بقى من شو بتشكي؟ ما بتشكي من شي، بس صلي بشوفك حاملة من أيام الخطبة، يعني من 10 سنين. حاجتها ختمة 10 سنين، لو كانت حديد كانت انفنت، حيلة على التقاعد بقى. طالما لساتها عم تقضي غرض ما رح اغيرها. بعدين انا بتفائل فيها كتير، وشها حلو علي كتير، بخاف اذا غيرتها ينقطع عني وحي الكتابة، بتشرشح بعدين. يعني كان ضروري العذاب لحلب؟ هلا بكل الشام ما لقيت دار نشر لحتى تطبعها بحلب. هذا جايب حرف الطباعة جديد، جايبه من فرنسا، بعدين هو الوحيد اللي قبل يطبع لي بالدين. وبشو طالع؟ بالقطار. بشو بدي يطلع يعني؟ وشو جاب القطارات على بالك هلا؟ اطلع بالعرباية. القطار اسرع. بعدين معي مقال لاذع، حطيت له رؤوس اقلام وبدي اكتبه بالطريق، قلت لحالي بالقطار ممكن لاقي وقت اكتب. الله يجيرنا من مقالاتك اللاذعة، بس ان شاء الله ما تكون متقل العيار وتعملنا مشكلة مثل المرة الماضية. هو بيني وبينك العيار تقيل شوي، انت بتعرفي مو بايدي هالشغله، يعني اصابيعي هي اللي بتحكني. راسك يابس، ما في فائدة من الحكي معك. يعطيك العافيه. اهلين وسهلين. في محلات القطار حلب؟ في سيدي. الله يرضى عليك. محل واحد بريمو. كرام. عظيم، لسه باقي 10 دقائق. شكرا، يعطيك العافيه. الله معك. بريمو.
ماجد يا رب، وتسهل له طريقه يا رب، يا رب تحميه يا رب. لوين مشوارك؟ على حلب؟ ايه والله. سيران ولا شغل؟ لا والله شغل، عم اطبع روايتي هنيك. روائي انا بكتب قصص. اهلا وسهلا، تشرفنا والله. يا ترى ليش عم تطبع بحلب؟ هنيك الورق ارخص يعني؟ لا مو شيء انه ارخص، بس الي صديق حلبي عنده دار نشر وقدم لي شويه تسهيلات. بعدين يا اخي حرف الطباعه هنيك جديد، جايبه من فرنسا الزلمه. يا عظيم، عملت عين العقل. بدي اسالك سؤال اذا سمحت. ايه تفضل. انا جاي على بالي من زمان اكتب روايه، طاقه براسي هالشغله. اكتب، مين ماسكك؟ ما حدا ماسكني، بس كنت عم ادور على حدا يدلني على الطريق. اما شي روايه يا استاذ بتبكي دم، كلها ارهاق وتعب وهز بدن. ليش عن شو هي؟ عني انا، عن مأساتي مع هالزمن المر، عن معاناتي بالحياة، عن تجربتي مع هالقدر. محسوبك تعذب كتير بحياته يا استاذ. لك يا سيدي كلياتنا تعذبنا. ايه بس انا عذابي غير شكل، مشان هيك سميت حالي ابو عذاب. تشرفنا. بس قبل ما اكتب واتعذب بدي اسالك. ايه تفضل. هالشغله مربحه يا ترى؟ يعني اذا كتبت قصه حياتي روايه وبعتها بالسوق بتربح؟ حضرتك شو بتشتغل؟ تاجر صواني انا من رايي بلالك ياها هسوسه احسن لك. وين الشنطه؟ وين الشنطه؟ انو شنطه؟ شنطه صغيره لونها بني، هلا كانت هون. ليش شو فيها؟ شنطه ما بعرف، شنطه صغيره فيها الروايه، ذهبات الروايه. اصلي جنى عمري دور منيح الله يرضى عليك. قوم. يا عمي ما في شنطه. لك شنطه كانت معي هون، شلون ما في؟ لا تطير لي عالي انت الثاني يا ابو عذاب. دور على هوا ما بتسكر، وقت اجيت انت ما كان في بايدك شنطه. لك شلون ما كان بايدي شنطه؟ لا طير لي عالي انت الثاني. الله يرضى عليك. وين بدك تروح يعني؟ لك يا شباب يا عالم يا هاي وقفوا القطار. شو وقف القطار؟ شو قطار عربي؟ ما بقدر يا عمي ما بقدر، انت مالك حاسس فيني يا ابو عذاب. شو الحكي هذا مصدق؟ ما تجيش يا عمي طول بالك. وين لك يا عالم؟ الله يعينه على هالعذاب. وقفوا لي القطار، وقفوا لي القطار يا شوفير. لك يا شوفير، لك وقف، حرك، لك وقف يا مرحبا يا اخي. اهلا وسهلا. شفت لي شنطه صغيره الله يرضى عليك؟ انا شنطه؟ شنطه صغيره كانت معي لما اجيت قطعت من عندك تذكره لحلب. شو ما تذكرتني؟ شو بدي اتذكر لاتذكر؟ شنطايه بنيه كاحتي. ما شفت شيء، اعطي دور لغيرك. يا شباب حدا شاف منكم شنطايه صغيره؟ كيف شكلها؟ شنطايه صغيره، شنطايه ايد صغيره إلها سحاب مع جنب. شو لونها؟ بني محروق. هو مو مبين لونها لانه كاحتي. شو حاطط فيها؟ شويه ذهب رشادي جنى عمري. قديش يعني؟ يعني شو 20 رشاديه. شفتها انت؟ لا والله ما شفتها. لكن ليش كتر هالاسئله؟ العمى ضربك. ما في شيء مشان اذا لقيناها نقول لك. طلع لك يا اخي. نعم. عمل تنظيفات لها برا. لا برا؟ عمل تنظيفات شنطه صغيره؟ شكرا كثير. اهلا وسهلا.
يعطيك العافيه يا حباب. اهلين وسهلين، الله يعافيك امور. اولاد الحلال قالوا لي انك لقيت شنتايه جلد صغيره. مزبوط، لقيتها جوا بقاعة الانتظار. هي إلك؟ لونها بني كاحت، إلى سحاب مع جنب، مو هيك؟ مزبوط، هاي هي. خي الحمد لله، ألف شكر لك يا ربي. لما كنت إلا لمرتي إنه أنا بتفائل بهالشنطة ما كانت تصدقني. يعني لو كنت مشتري شنطاية جديدة كانت ضاعت. يا سيدي الحمد لله، ألف مبروك. لقيت الشنطة، ممكن تعطينا حلوان؟ إيه على عيني وراسي، تكرم، تستاهل أنت. يسلموا دياتها. تفضل حبيبي. شكرا لك. وين الشنطة هاتها؟ الشنطة مو معي والله. وين لك؟ سلمتها لمدير التنظيفات، واقف هنديك الناحية. يعطيك العافية. الله يعافيك، الله معك، شرفت. يعطيك العافية يا حباب. اهلين وسهلين. كملوا شغل يا شباب. حاضر. يلا. نعم يا اخ. دخيل عينك الشنتاية يلي لقاها العامل على المقعد، إلي، قال سلمكن إياها. صحيح انا استلمتها، وكون على ثقة ما بدي عنا غرض، لأنه هون نحن حريصين على أغراض المواطن أكثر منه. على كل حال ألف مبروك. الله يبارك فيك. إيدك على الحلوان. إيه تكرم عيونك، تستاهل. تفضل. وين الشنطة؟ الشنطاية مو عندي، سلمتها لباش كاتب الاستعلامات حتى أخلي مسؤوليتي من الأمر. روح راجعوا. حول ولا قوة إلا بالله. باش كاتب الاستعلامات. خلصتوا يا شباب؟ يلا خلصنا. يلا بسرعة شوي. مرحبا يا أخ. أهلين. حضرتك باش كاتب الاستعلامات؟ نعم. قال الشنطة وصلت لعندكم. مضوع شنطة يعني؟ إيه والله شنطة بنية كاحتة إلى سحاب مع جنب. لحظة لأشوف. فيها مصاري مو هيك؟ إيه فيها مصاري إيه. آسف كثير، مو عندي. شلون مو عندك؟ مدير التنظيفات قال إنه سلمكم إياها وبالعلامة أخذ مني حلوان. مزبوط، سلمني إياها. بس أنا ما بخلي عندي مصاري، أنا مختص بالمفقودات العينية بس. يعني شنتاية أواعي، كتاب، علبة حلو، أطرميز مونة، هيك شغلات بس. والمصاري اختصاص مين؟ لا تبتهج كثير أستاذ، شنتايتك انوجدت ونحن حريصين على المفقودات حرص شديد. ما بيضيع عنا شيء، كون مطمئن. المهم انك لقيت الشنطة وان شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك، شرف. وهي حلوان الشنطة. لوين بدي اروح هلا؟ لعند مدير الصالة بالذات، شنطايتك صارت عنده. شكرا حبيبي، شكرا يعطيك العافية. شو مواصفات الشنطة قلت لي؟ شنطة بنية كاحتة، إلها سحاب مع جنب. ايه مزبوط في هيك شيء. اطمن استاذ اطمن، نحن عنا هون بالمحطة ما بضيع شيء. ليش؟ لأنه موظفينا معودين على الصدق والأمانة. والمسافر عادة بيكون ملهوج، بيلحش أغراضه هون وهون. ونحن شغلتنا نلملم من وراه، شو بدنا نساوي يعني؟ هيك شغلتنا. الله يعطيكم العافية، عم تتعبوا كثير، فعلا انكم عيون ساهرة على أغراض وشناتي المواطنين. الدرع حصين انتو، شو ما عمل الواحد ما بيقدر يكافيكم. بقدر استلم الشنطة؟ ايه على عيني، بس أنا الشنطاية طلعت من عندي. طلعت؟ لوين طلعت؟ شلون خليتوها تطلع؟ طول بالك استاذ، طول بالك لحتى فهمك. أنا لما استلمت الشنطاية أيقنت دغري إنها لحدا من المسافرين. نادينا عليك 3 مرات ما حدا سمع، ما حدا رد، وين كنت حضرتك؟ بجوز كنت جوا بالقطار عم احكي مع واحد اسمه أبو عذاب، مشان هيك ما سمعت. طيب إذا أنت كنت ملتهي بالحكي مع أبو عذاب، نحن شو دخلنا؟ أخي المهم هلا وين صارت الشنطة؟ أنا لما ناديت وما حدا رد علي سلمتها أصولا للكراكون، ليش؟ لحتى أخلي طرفي من المسؤولية. مو ناقصني وجع راسي يا أخي أنا الثاني. يعني هلا أنا روح على الكراكون؟ إيه هلا روح على الكراكون، بتلاقي شنطتك عم تستناك هنيك مع أحد رجال الدرك. شكرا كثير، كثر خيرك، شكرا، يعطيك العافية. أهلين. الله معك. مرحبا مدام، يعطيك العافية. أنا مدير النشر بحلب، تأخر علينا الأستاذ خالد. إيش ما بده يجي يستلم روايته؟ اليوم الصبح طلع من الشام؟ أوه كتير منيح. وإن شاء الله معه المصاري؟ ممتاز ممتاز ممتاز. شكرا مدام، آسفين على الإزعاج. يا عاصم لخيو. ايوه استاذ. إذا بتريد خلي الشباب ينزلوا رواية تحت الجسر من عسقيفة. على راسي استاذ. 18 19 وهي 20. هدول 20 رشادية. رشادية تنطح رشادية. خدهم واعمل لهم ضبط ودخلهم على الكراكون برسم الأمانة. حاضر سيدي. يلا خود حطهم بالشنطاية.
ورقة بالشنطة. هات لشوف، بلكي في عنوان صاحب الشنطة. اسمع شو مكتوب، اسمع. إن جناب الوالي المعظم أعزه الله رمز مشرق للبلاد، هو النظام المستقر والدستور الآمن، هو الأمل المرتجى للوطن الكبير، هو ورجاله المخلصون الشرفاء الذين يفدون الوطن ويفدونه بأرواحهم، والذين تخرجوا معه من الأستانة وساروا برفقته على الدرب الصعب، وكل ما عدا ذلك من بطانة عثمانية فاسدة وحاشية حاقدة ووجوه مرائية من بعض الأعوان المنتفعين وبعض التجار المنافقين وبعض المسؤولين المرتشين والمطبلين والمزمرين لمنافع شخصية وليس لأهداف وطنية، فهؤلاء يجب خوزقتهم على الخازوق وحبسهم في أقفاص تجول السوق ليتفرج عليهم الناس ويتعظوا. العبا شو ها؟ خير جواد بيك؟ شبكم مثل اللي نغزته مسلي تحت باطه؟ معلوم، يخرب بيته، هذا عم يحكي علينا، لك عم يجيب معدل العصبليين. أنا بفرجيه، أكيد رح يجي يسأل على الشنطة هون، وساعتها رح فرجيك شو بدي أعمل فيه. قسما بالله لحطه بالحجر وأعمل من جلده دربكات وإسعاله بالنفي على ديار بكر. قسما عظما لأعمل من لحمه كبة هبرة. يمينا مغلظا بمجرد ما أمسكه بدي أحبسه بسجن الدم حتى تنشف عروقه ويهرهر لحمه. لك تعدمني أمي إذا فات على هالكراكون غير جلده 700 جلدة حتى يتفزر جلده ويتكسر عظمه. لك ما بكون جواد بيك السعدلي إذا ما نسيته حليب أمه.